في واحد الليلة باردة من ليالي يناير 2013 بمدينة لوس أنجلوس، وبالضبط فندق سيسيل، واحدة طالبة كندية سميتها إليسا دخلت للفندق بوحديتها، ماشي أول وحدة وماشي آخر وحدة، ولكن الطريقة اللي اختفت بها والفيديو اللي تصور في المصعد خلى العالم كامل يسول شنو وقع لإليسا. واش غير حادث عادي ولا شي حاجة خايبة كتر كتخبى ورا هاد الجدران القديمة؟ اليوم في حكايات من الظل غادي نحكيو واحدة من أغرب القصص اللي داروا عليها فيديوهات، بودكاستات، أفلام وثائقية، ولكن رغم كل شي الحقيقة باقية غامضة. واش عمرك حسيتي بشي إحساس غريب في شي بلاصة، بحال إلا شي طاقة كتراقبك وانت ما عارف منين جاية؟ هادشي بالضبط هو اللي وقع في فندق سيسيل وسط لوس أنجلوس، فندق عنده ماضي ثقيل ومظلم بزاف. نهار 26 يناير 2013 وصلت شابة كندية سميتها إليسا لام لمدينة لوس أنجلوس بوحدها، بنت في عمرها 21 عام، كتحب السفر والكتب وعندها طموحات كبيرة، لكن كانت كتقاتل بالصمت مع مرض عقلي، اضطراب ثنائي القطب. شدت غرفة في الفندق وبدات كتعيش تجربة جديدة، لكن في هذا الفندق بالضبط ماشي كل شي الضيوف كيرجعوا لديورهم. بعد أيام قليلة بدات التصرفات ديال إليسا تولي غريبة. الموظفين قالوا أنها كانت كتخرج وتدخل بزاف، كتهضر بوحدها، مرة كتضحك ومرة كتغوت، وبعض الناس شافوها كتسول على أماكن ما موجوداش في الفندق. آخر مرة تشافت فيها كانت نهار 31 يناير، من بعد اختفت. في الوقت اللي البوليس بداو كيدرسوا لقطات كاميرات المراقبة ديال الفندق، كانت الصدمة. اللقطات اللي تسربت من كاميرات لاسانسور ولات حديث الناس في العالم كامل. إليسا لام كتحرك بطريقة غريبة، كتدخل وتخرج من المصعد، كتخبي راسها وكتشاور بيديها وكأنها كتكلم مع شي حد ما باينش. عيونها كانت كتشوف جهة ما، ولكن الكاميرا ما كتشوف والو. كانت كدير حركات غير مفهومة وكأن عقلها ماشي معاها. الفيديو كان مدته حوالي 4 دقائق، لكن البوليس لاحظوا أن في هذه المدة كاين لحظات مقطوعة وكأن شي حد تلاعب بالفيديو. هنا بدات الأسئلة كتكتر. واش إليسا كانت تحت تأثير شي مخدر، ولا كتعيش نوبة مرض نفسي، ولا شي حد كان تابعها؟ ولكن ما كاين لا دليل على وجود شخص آخر معاها، لا في الكاميرات ولا في الشهود، وهذا الشي اللي زاد غموض القضية. أيام دازت، وحتى نهار 19 فبراير، يعني بعد أكثر من أسبوعين من اختفائها، نزل شكاوي من زبناء الفندق كيقولوا بأن الماء اللي كيجري من الروبيني فيه طعم غريب ولونه ماشي طبيعي. البوليس طلع لسطح الفندق، فتحوا واحد من الخزانات ديال الماء ولقاو الجثة ديال إليسا لام. الصدمة كانت كبيرة. كيفاش وصلت لهناك؟ هاد الخزانات كانت مسدودة بمفتاح، وراه سطح حتى هو فيه إنذار أمني، ما كانش أي علامة على أن شي حد فتح الباب أو أن الإنذار خدم. الأغرب من هادشي، الجثة كانت عارية والحوايج ديالها كيطوفوا في الماء بجنبها. الشرطة أعلنت أن السبب الرسمي ديال الوفاة هو الغرق العرضي، وقالوا أن إليسا كانت عندها اضطرابات عقلية وممكن تكون تسببت في تصرفاتها العجيبة. لكن بزاف ديال الناس ما اقتنعوش بهذا التفسير. واش فعلا نقدروا نصدقوا أن بنت بوحدها فندق فيه نظام أمني قدرت تطلع للسطح، تفتح خزان ماء وترمي راسها فيه؟ واحد من التفسيرات اللي طرحوها الناس هو أن الفندق نفسه فيه طاقة سلبية أو شيء خارق. فندق سيسل معروف هوليود بتاريخه المظلم، ناس انتحروا فيه، مجرمين كبار كانوا كيسكنوا فيه، وحتى القاتل المتسلسل الشهير ريتشارد راميريز بات فيه. الناس بداو كيظنوا أن الفندق ملعون، وأن إليسا ممكن تكون تعرضت لهجوم روحي أو شي ظاهرة خارجة على المنطق.
كاين حتى اللي قالوا أنها كانت كتشارك في شي لعبة خطيرة من الألعاب اللي كيتداولوها المراهقين في الانترنت، بحال لعبة المصعد اللي كيتقال أنها كتوصلك لعالم آخر. قصة إلي سلام كتبقى من أغرب وأغمض القصص ديال العصر الحديث. الفيديو ديالها في داك المصعد، الطريقة اللي اختفت بيها وكيفاش لقاوها، كل شي كيبقى ملفوف في الغموض. ما كاين لا شهود، لا دلائل كافية، ولا حتى منطق يقدر يشرح القصة كاملة. كل شي سالة، ولكن اللغز باقي كيعيش. فكل قطرة ماء فوق سطح الفندق، فكل صمت كيتخبى صوت. إلي السلام ما كانتش غير ضحية، كانت رسالة. يمكن اللي ما فهموهاش غادي يسمعوا شي نهار الصوت اللي ماشي من هاد العالم. إلا كنت من الناس اللي كيحسوا أن الظل فيها الحقيقة، فما تبقاش غير تتفرج. اشترك دابا في حكايات من الظل وفعل الجرس، حيت الحلقة الجاية ربما تكون على شي حاجة كتعرفها ولكن ما بغيتيش تصدقها.